سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا حال الأمم يوم القيامة مع الأنبياء، ويوصل لنا بيها رسالة لو أخدنا بالنا منها هنرتاح من حاجات كتير جدا. نسمع حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه: رأيت النبي ومعه الرهيط. الرهيط يعني جماعة من الناس عددهم قليل من 3 ل 10 كده على أقوال العلماء. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. الأنبياء هيأتوا يوم القيامة اللي هم عددهم كبير جدا طبعا. ممكن يكون في نبي مع مجموعة من الناس عددهم قليل، وممكن يكون في نبي مع رجل أو رجلين بس، وممكن يكون في نبي معهوش أي حد خالص. هل هؤلاء الأنبياء هتنفك عنهم صفة النبوة؟ هل هينقص من أجورهم شيء؟ الرسالة من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن العبرة ليست أبدا بالنتائج اللي ممكن يحصل عليها الإنسان، يعني العبرة دايما بالسعي، ومهما كانت النتائج قليلة من وجهة نظرنا لكن السعي لا ينقص من الأجر شيء حتى لو كانت النتائج قليلة. النبي اللي هيأتي يوم القيامة ومعهوش حد خالص آمن بيه في زمن دعوته كلها برضه هو نبي وفي منزلة الأنبياء. الشغل اللي احنا ممكن نعمله والسعي اللي احنا ممكن نبذله ونجتهد فيه وقد لا نأتي بنتائج أبدا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيطمنك، وربنا عز وجل يقول لنا في القرآن: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. السعي اللي انت سعيته مرئي، وربنا سبحانه وتعالى هيجزي بيه الجزاء الأوفى، والأجر محفوظ عند ربنا سبحانه وتعالى. وما تيأسش، لأن في أنبياء هيجوا يوم القيامة معهمش أي حد خالص آمن بدعوتهم، فرب العزة سبحانه وتعالى يحاسب على السعي والبذل، لأن النتائج أصلا قد لا تكون في زمنك. وحكمة ربنا سبحانه وتعالى إن ممكن يكون النتائج مش على إيدك أنت أساسا، ممكن تكون أنت حلقة في سلسلة كبيرة لحكمة ربنا سبحانه وتعالى إن النتائج ما تبقاش ليك. سيدة مريم عليها السلام أمها أثناء الحمل بتاعها كانت عايزاها تكون من العباد، وكانت حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن السيدة مريم عليها السلام إن يصطفيها رب العالمين على كل نساء الدنيا، علشان الفتح العظيم مش هيجي على إيديها، هي حلقة في سلسلة كبيرة. الفتح العظيم جه على إيد ابنها سيدنا عيسى عليه السلام. فالنتائج ممكن ما تكونش على إيدك أنت، ليس عليك إلا السعي والبذل والاجتهاد، والنتائج يعلم الله سبحانه وتعالى وحده هتكون على إيد مين، وممكن تكون انت سبب فيها ولا لا. المهم ان الاجر ان شاء الله لا ينقص ونبتغي به وجه الله.